ما بعد الانهيار واللخبطه والخروج من الدايت، وان انت بتعايد ولخبطت كل حاجه، ازاي هترجع تاني للدايت؟ خلي الفيديو ده عندك لانك هتحتاجه، لان غالبا انت هتكون خارج من الدايت من مرتين لست مرات في السنه، ويعني ده مش رايي، ده الابحاث اللي بتقول كده. هنا احنا بنتكلم على الخروج كامل، ان عقلك وجسمك فقدوا السيطره. هو اصلا بيحصل اربع حاجات. اول حاجه ان الدوبامين بقى مرتبط عندك بالمفاجآت وبالسبايكس اللي انت عمال بتحصلها. يعني ايه؟ يعني هو مرتبط عندك بخروجه وانت كنت بتاكل فيها فرايد تشيكن، وبقى مرتبط عندك بان انت قاعد بالليل براحتك فبتاكل شيبسي، فخلاص انت بقيت بتتغذى على السعاده من الحته دي. تاني حاجه ان الاحساس بالذنب ان انت بره الدايت وعمال بتاكل غلط، ده عمال طوق بيلف حوالين رقبتك خانقك ومش مخليك تعرف تتنفس ولا تركز. تالت حاجه ان مركز اداره القرارات عندك في المخ البي اف سي هو بيفقد السيطره لما مستوى السكر عمال بيعلى جدا جدا جدا. ورابع حاجه طبعا الانسولين وهو عالي والكورتيزول وهو عالي، فانت جوعك عمال بيزيد جدا جدا. هنحلهم ازاي؟ بص، الهرمونات وكيمياء المخ لو ما ظبطتش انت خلاص ضايع. فاحنا هنعمل يوم اسمه الاستشفاء العصبي، انا عايزك تعمله بالملي زي ما انا بقوله لك. لو انت حتى مش مؤمن بالكلام اللي انا بقوله لك ده، انا عايزك توعدني انك هتعمل ده بالظبط. هو يوم واحد، فانا جاي بقول لك ان انا هديك يوم يا عم اعمله وامشي عليه بالظبط، وهترجع للدايت تاني يوم. فانت هتكتب لي في الكومنتات لو انت هتعمل الكلام ده، تكتب لي رقم واحد بس في الكومنتات، عشان تيجي لي بكره تقول لي ان انا عملته وعرفت ارجع للدايت تاني. ثلاث حاجات احنا هنبدا بيها. اول حاجه ان انت لازم اول ما تصحى الصبح هتعمل تمارين تنفس من نظام 4 7 8. تاخد نفسك 4 ثواني بتحتفظ بيه 7 ثواني وبتطلعه ببطء جدا جدا 8 ثواني. وانت بتعمل تمارين التنفس عايزك تفكر ان اليوم ده هيرجعك للدايت بصوره كويسه، واليوم ده مش يوم حرمان ولكن اعاده ضبط عقلك تاني وجسمك تاني. فكر في الكلمتين دول وانت بتعملهم. دي رقم واحد. رقم اتنين، اليوم ده انا عايزك تمشي فيه من 10 دقايق ل 15 دقيقة في حتة مفتوحة الشمس بتتعرض لها بصورة كويسة، لان ده بيعلي الدوبامين. تالت حاجة، في اليوم ده مش هتاخد نشويات خالص، هتاخد وجبات اساسيه، هتاخد فطار وغدا وعشاء دهون صحيه وبروتين. يعني ايه؟ يعني هتفطر بيض مثلا عايز تحط عليه لحمه مفرومه اساسا عادي، معاه مثلا زبده او زيت زيتون، وهتتغدى سلطه وطبق شوربه خضار ولا خضار سوتيه معاها البروتين، وهتتعشى زبادي ومكسرات وشوكولاته دارك. اليوم ده احنا هنرجع بسبلمنت ثلاثه مهمين جدا، مغنيسيوم وكروميوم واوميجا 3. الثلاثه شغالين على اتزان حالتك النفسيه وعلى ان منظومه الحرق بتاعتك تكون كويسه وان مستويات السكر بتاعتك تنزل. فثلاثه مهمين جدا عايزك تعملهم في اليوم. تالت حاجه او رابع حاجه ان احنا هنعمل صيام، بس لازم تعمل صيام في اليوم ده. حتى لو انت مش متعود ابدا بصيام 16 ساعه، ده بيعيد لعقلك انك تبقى قادر تسيطر على جسمك من اول وجديد، فده مهم جدا وبيقلل الانسولين بسرعه جدا جدا جدا. فانا عايزك تعمل كل دول بالظبط، وده الفيديو اللي انت هتحتاجه من مرتين لستة في السنه، فخليه عندك.